ازيك يا عسل عامله ايه؟ الحمد لله. انت كسبت ايه بقى من مكتبه ليزر النهارده؟ زمزمية. ايه؟ زمزمية. دي مش زمزميه دي، ده ستار باكس. مبسوطه وانت كسبانه؟ شايفه في مصداقيه في السحب؟ نادوا على اسمك امبارح في البث، نادوا على اسمك امبارح في البث. مبروك مبروك. هتيجي بقى السنه الجايه تاخدي الكتب من هنا؟ انت بتتكلميش ليه؟ قولي ان شاء الله. ان شاء الله يعني. قولي لنا بقى انت كسبت ايه النهارده من مكتبه ليزر؟ لانش بوكس. لانش بوكس. اسمه معاذ محمد محمد. معاذ؟ معاذ محمد محمد. ايه شايفه في مصداقيه عند مكتبه ليزر؟ طبعا انا بعت لهم على الواتس وبروح بعد كده. يعني انت بعت الفاتوره على الواتس ما جيتيش هنا؟ الف مبروك ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. اسمك ايه يا عسل؟ كسبت ايه النهارده من مكتبه ليزر؟ سخان ستاربكس. حافظ على الحرارة. حافظ على حراره ستاربكس. شايف في مصداقيه في مكتبه ليزر؟ أكيد. اكيد. ها؟ بالتوفيق ان شاء الله. هتيجي السنه الجايه ان شاء الله تشتري كتب من هنا والترم الثاني؟ إن شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك يا مازن. كلمن. هتاخد ايه؟ انت كسبت ايه؟ انت كسبت ايه يا احمد؟ كسبت كولمان؟ من عند مين بقى؟ مكتبة ليزر؟ اسمك اتندى امبارح في السحب؟ ألف مبروك يا أحمد. في سنة كام يا أحمد؟ براءة الأطفال عليك يا أحمد. هتيجي بقى الترم التاني تاخد الكتب من هنا ماشي؟ إن شاء الله. ماشي يا أحمد؟ ألف مبروك يا أحمد. ألف مبروك. يعني أعمل وش كده؟ تعمل ازاي؟ مبروك يا احمد. وريني الكولمان بقى، ارفع الكولمان كده عشان نشوف. مبروك مبروك يا احمد. طبعا الشرف النهارده دي واحلى حاجه ان الواحد يكمل لحد النهايه. دي كانت اهم حاجه عندنا في صفحه يوميات محمد مجدي المصداقيه. لما نزلنا النهارده عرضنا الاهلي كان اهم حاجه المصداقيه. طبعا انتوا اسعدتوا جدا ناس كتير النهارده من السويس. قول لنا النهارده طلعت كام جايزه لاهل السويس؟ والله يمكن فوق 70 جايزه. تمام. عاملين حساب ان احنا مثلا ممكن في ناس تيجي وناس ما تجيش، وجهزنا برضه عدد زياده اللي هو بنحاول نقدر قدر الامكان نسعد الناس كلها. تمام. حتى لو حاجه بسيطه بس احنا بنحاول احنا قدر الامكان نسعد الناس كلها. هو مبدئيا حته الوفر التخفيضات اللي انت عاملها دي انا عن نفسي واحد من الناس كنت سعيد بيها. ان لما الاقي كتاب مكتوب عليه مثلا مثلا 200 جنيه واجي ناخده ان هو ب 160 جنيه او 165 جنيه، فدي حاجه بتسعدني يعني. ان انا بحس ان انت مش مستغلني. حته الاستغلال دي عند المواطن المصري عامه بتبقى صعبه. فده جزيل الشكر ليك يا محمد. ومصطفى طبعا احنا مش عارفين نقول لك ايه يعني. ايوه طبعا ربنا يخليك يا رب. طبعا يا رب نكون عند حسن ظن الناس كلها ان شاء الله. وان شاء الله طبعا كل ترم يبقى فيه خصومات وفي مسابقات طبعا اذا قدرنا نعملها ان شاء الله. ان شاء الله. بس طبعا الخصومات طبعا شغاله ان شاء الله عندنا على طول. احنا بقى عايزين خصومات دلوقتي على الكشاكيل. عايزين كده خصومات على الكشاكيل. يعني عندك مثلا الكلاس عندك عندنا كشكول احنا تقريبا من ساعه ما اشتغلنا في الكتاب من اول 50 55 75 ثلاث انواع موجودين عندنا. كشكول الست برضه كنا موجودين اكتر من نوع، كل حاجه ليها سعر. طبعا مثلا احنا خلصنا خصومات الكتب مناسبة العام، بس احنا داخلين على اقبال المجال كتب وتشكيل وافلام. انا عايز اوصل لحضرتك نقطه، احنا خلصنا الكتاب الحمد لله ربنا يوسع عليك. يعني لدرجه ان احنا حاجزين كشاكيل بحيث نستلمها على الدراسه مع الدراسه برضه خلصوا الموضوع اللي عندهم بدات تتحجز. تمام. طبعا زي ما انت حضرتك عارف مثلا يعني نفس الاسعار مش حد بيتحكم فيها. احنا يمكن يعني هامش بسيط جدا جدا لا يذكر، بس طبعا بنحاول ان نوفر كميات للناس كلها. اكيد طبعا. ما دي حاجه يعني انا شايف اقبال عندك ما شاء الله يعني. ربنا يزيدك ويوسع عليك. الاقبال حته السحب دي عملت دعايه جامده في السويس ودعايه للمكتبه. فطبعا بعد كده في ناس بتتعشم في الزياده. انت عارف الشعب المصري طماع. لو انت هتخصم له 10% لا عايز ال 15 عايز ال 20. فانت طبعا احنا لازم نتعب معاك شويه وانت تتعب مع الناس شويه. هنا ان احنا ممكن نوزع كشكول يعني ظهر بلاش.
تجار لينا اعداء كتير ما هو تمام. فقال لك لا وزعوا كتب ببلاش. خلي بالك الشعب السويسي برضك شعب مثقف وقاعد طول النهار على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فبيشوف عرض نزل هنا وعرض نزل هنا وعرض نزل هنا، فالشعب برضك مش فاهم هو ارخص حاجه واللي هي فيها العرض الكامل. فالحمد لله كانت يوصل مكتسح السويس، الحمد لله ربنا يوسع عليك يا رب. والدليل على الناس امبارح انت حضرتك عامل بث مباشر، الناس توعى وتشوف قد ايه كميه البث المباشر الناس اللي داخله فلوس. فده كان وعي للشعب السوري. طبعا احنا بنتمنى لكم مزيد من الانتصارات ومزيد من المبايعات ومزيد من الخصومات والعقوبات. يبقى بس ظل بس اهم حاجه ان شاء الله. اهم حاجه عندنا ان احنا نكون موثوقين، اللي هو تيجي الكتاب ده خصم عليه كذا يبقى الخصم كذا. المنطقيه باينه من البث المباشر كده، باينه من توزيع هدايا دي برضه عشان نعرف الناس يعني على الواتس ده ما شاء الله يعني 240 فاتوره مكتوبين على الواتس، الناس بعتها على الواتس. على